برج الثور وطاقة شهر فبراير، وأخبار شهر فبراير للثور، وأهم الطاقات اللي ممكن تقابل الثور، والبشارات اللي ممكن تكون ليك. ونبتدي في القراءة يا برج الثور. طيب خلينا ناخد الطاقة العامة، ما تنسوش الفولو واللايك يا جماعة. طيب ناخد الطاقة العامة. الطاقة العامة طلعت عاطفية، أول كارت عاطفي للثور. بشوف إن الثور عنده حب، يعني بداية شهر الحب، شهر 2. في عندك حب، في عندك رسالة حب جايلك، رسالة من حد بعتها لك، جايلك. شخص، آه شخص معجب بيك أو بداية إعجاب، بيخاطبك. ده ممكن للناس العزاب، وللناس المرتبطة بيكون في مصالحة أو ظهور حب من الشريك أو اعتراف من الشريك ليه بحب. طيب ايه تاني؟ بشوف كمان ان بعض الناس والتدخلات، يعني تاني حاجة طلعالي ان التدخلات من ناس ممكن تأثر على حياة الدور، وتعمل بعض المشاكل او العنف او المشاحنات ما بينها وما بين الشريك. مشاحنات من ناس او تدخل ناس، او مش شرط تدخل ناس. يعني احذر من التحذيرات يا طور، انك تحذر المشاحنات في الشهر ده، اهتمي بيها. او اقول ايه، صلح العلاقه ما بينك وبين شريكك او حبيبك، علشان ما تمرش بالطاقه دي، ما تمرش عليك طاقه المشاحنات والتنافس والخناقات والحاجات دي. اوكي. من البشارات الحلوه اللي عندك، للناس اللي منفصله في تواصل ورجوع، وللناس اللي حبيبها مبتعد عنها او مش بكلمها او في مكان تاني، في تواصل، في اتصال، في مكالمات حلوة. وكمان للناس اللي مرتبطة ومستنية جواز، في يعني في خطوة للجواز، في خطوة حقيقية للجواز، في ترسيم علاقة وفي جواز للبعض منكم. احنا بنحكي طاقة عامة يا جماعة، مش طاقة خاصة. لما بنكون نقرا لحد طاقة خاصة والكارت ده بيطلع له، بنكون عارفين ان هو هيكون في جواز اكيد ما بينه وبين شريكه. لكن احنا بنتكلم طاقة عامة، فاللي منتظر جواز ومستني جواز، بيكون لما ده بيطلع معناه ان هو هيكون في عقد قران، جواز، خطوبة، ترسيم علاقة. يعني ناس كانت بقالها فترة مش مرسمة العلاقة بترسمها. ارتباط بشكل علاقة قوية بقى بتدخل جدا، يعني بتكون علاقة قوية، علاقة جسدية، علاقة حب. اوكي. فرصة جديدة وفرصة حلوة قوي ليك يا تور. حاجة جايلك من عند ربنا كده، هدية يعني ربنا بعتها لك، حاجة حلوة قوي. الفرصة دي بتجيلك ان شاء الله الشهر الجاي، وبيكون عندك اندماج في، عارف انت، تحقيق امنية كبيرة، تحقيق امنية كبيرة، امنية كده الهية، امنية كده طالعة من طالع من جواك دعاء او تمني الى الله، او نية حطيتها وبتتفعل او بتظهر معاك يا ثور. انا شايفة ان الكارتين دول بيقولوا للناس اللي حطت النية دلوقتي ان في ارتباط، كنت بتتمني شخص او كنت بتتمنى شخص، وفي تحقيق هذا الحلم. بمعنى مش حلم، يعني ارتباط، حب، جواز، قرب، علاقة بتتعمق اكتر من الشكل العادي في شهر الحب. فدي بشرة خير لك يا دور. اوكي. خلينا نقول طاقة الشريك في العلاقة ايه يا دور في شهر 2، شهر الحب. طاقة شريكك ايه يا دور؟ بيراقبك، الشريك ده بيراقبك او الحبيب بيراقبك. آه هذا الشخص، آه يعني بشوف ان في افكار سلبية قوي في دماغه من ناحيتك. يعني شايف ان انت بتعند معاه، بتكسر كلامه، ممكن بتنتقده. هو شايف منك امور كتير سلبية، فالشخص ده شايل منك، يعني او مش شايل، هو مش زعلان، بس بيفكر فيك بطريقة اللي هو ايه، انا
في عصبية منك، في عصبية وعند، وكمان عاند معاك وبيراقبك، وفي طاقة غيرة، طاقة آه تملك، تحكم منه. طيب كمان بشوف ان طاقة الشريك فيها آه قرب، برضو حب، بتمناك كشخص، يعني هو بتمناك ك... بتمنى قربك، يعني عايز يقرب منك في طاقة لم شمل وتحقيق أمنية حلوة وطاقة حب. هو بس متعصب منك، زعلان، مقرف زي ما بنقول بالمصري. اوكي، خلينا نقول ان الحظ والطاقة الحلوة مفتوحة لك يا دور مع الشريك، لان انا شايفة ان بالطاقة دي في ارتباط وفي حب، في جواز. برضو بعيد تاني، اللي معانا في القراءة دي حظهم حلو جدا، علاقتهم بتطلع للنور، والكون بيخدمكم والطاقة بتخدمكم، وانا شايفة انها بدايات بجواز او علاقة حلوة قوي ما بينك وما بين شريكك. يا رب واستقبل الطاقة، ربنا يا رب يسعدكم. خليني اقول كمان اه سبحان الله، جالك ايه؟ انطلاق. انطلاق، هتنطلق، محدش يعني انطلاق رهيب، ونهاية مرحلة كده بتنتهيها كده، بداية مرحلة حلوة كمان. يا بص بقى، انت الامور بتمشي معاك كويسة، يعني احسن من الاول بكتير. تغيرات تغيرات تغيرات، وبقالك فترة في تغيرات يا دور، لكن دلوقتي في دنيتك اهدى بكتير، او امورك اظبط بكتير. مش عايزة اتكلم بالمصري كتير، يعني امورك اهدى بكتير، افضل بكتير من الاول مع شريكك او حبيبك، او لو شخص جديد داخل في حياتك تكون الامور جميلة. لكن انت بتنطلق بجد، وعندك ثقة بنفسك قوي، عندك تمكين، حاسس ان الامور اتغيرت، وحاسس ان الحظ ابتدى الدنيا تضحك لك. ففي تغيير مرحلة كبير جدا. المرحلة دي مش هتتكرر تاني، اللي فات مش هيتكرر تاني معاك، مش هيتكرر تاني اصلا، خلاص. في بداية حلوة، وبداية هتكون راضياك، وبداية هتكون جميلة. بس احذر الايه بقى، الخلافات القديمة. احذر الخلافات القديمة يا دور، احذر كمان الفترة اللي جاية دي اللي عندهم سحر او طاقات سحر بتتفكك من بداية من شهر 2 ل3، هي بتتفك لوحدها يا جماعة. كمان بشوف انك انت تحذر الناس او تدخلات، وعارفين زي ما بنقول داري على شمعتك تقيد. صدقوني في العلاقات داروا على شمعتكم تقيد، دي نصيحة كده لله، لان العلاقة شايفة انها كويسة، بس في بعض التدخلات اللي مش ظريفة، فنداري على شمعتنا شوية، وكمان ننسى الماضي بكل ما فيه. وانت يا دور كمان محتاج تنسى اللي فات، لان عندك بعض الامور اللي مش ضابطة معاك بسبب العلاقات القديمة، يعني شايل في قلبك القديم لسه ما تخلصتش منه. حتى لو هتقول نسيت، لا انت ما نسيتش، انت بتقول انك نسيت، لكن لسه في حتت كده عايزة تتعدل وتتصلح. عايز تسامح، عايز تسامح وتبتدي بدايات فعلا نظيفة وجديدة مع شريكك، او لو شخص جديد بتبتدي معاه لو عزاب. طيب خلينا نقول شايفك ازاي. احنا قلنا شايفك ازاي، انا مش فاكرة، بس هناخد كارت شايفك ازاي. واو، شايفك دي طاقة القوة والتوازن، شايفك قوي متوازن، واثق في نفسك، ومهتم بنفسك، ومحيط الانظار يا ثور. اوكي، شايفك توأم روح. لا انا لازم اوريكم الكارت. توأم روح حبيب، وشايفك توأم روح، وزي ما قلنا داري على شمعتكم تقيد. ان شاء الله خير، وان شاء الله يكون في ارتباط او جواز او خطوبة او حاجة جديدة بإذن الله، او لم شمل تاني على حبيبك. القراءة جميلة جدا، كلها ايجابية. طب تعالوا ناخد طاقة المال للناس اللي بتستنى طاقة المال. قراءة الدور جميلة ومبشرة بصراحة، واو. طاقة المال حلوة قوي، بداية حلوة، بس فيها مصاريف كتير. يعني بداية حلوة جدا كده، حاجة بتحبها بتعملها، لكن فيها مصاريف كتير، لكن بتتألق وبتتشهر والناس بتعرفك، او الحاجة دي بتنجح نجاح يليق بيك. فيها نجاح، بس فيها فلوس كتير وفيها مصاريف كتير. دي كانت قراءة التور. يا رب تكون القراءة بشرتك يا تور، ولو محتاج قراءة خاصة تواصل على الرقم اللي موجود عندك في البايو. كانت قراءتكم جميلة ومبشرة جدا، وفيها